في السنوات الأخيرة، ما عادش الدراما تحكي قصص خيالية فقط. بعض الأعمال اختارت تمشي للطريق الأصعب، تحكي على الألم الحقيقي، على الخوف، وعلى ناس عاشت تحت حكم داعش لحظة بلحظة. الأعمال اللي باش نحكي عليها اليوم مش للترفيه، هي شهادة، وشهادة موجعة. 1. شوق سوريا. شوق مش مسلسل عادي، هو وجع متواصل. يحكي قصة نساء اختطفوا وتحولوا لأرقام في سوق النخاسة. المسلسل ما يجملاش الحقيقة، يوريك الانكسار والصمت والخوف اللي ما يتقولش. أقصى حاجة فيه إنك تحس أنو القصة صارت وما زالت تصير. 2. غرابيب سود. هذا العمل يدخلنا لقلب التنظيم، موش بالسلاح بل بالفكر. كيفاش يتم غسل العقول، كيفاش الطفل يتحول لأداة قتل، وكيف يستعمل الدين باش يغطي الجرائم. غرابيب سود يخليك تفهم أنو الخطر الحقيقي مش السلاح بل الفكرة. 3. دقائق صامتة. حلقات قصيرة لكن تأثيرها طويل. قصص خطف، قتل، تهديد، كلها مستوحاة من الواقع. الصمت في هذا العمل أقسى من الكلام. 4. سوز تركيا. سوز يركز على المواجهة، على الجنود اللي حاربوا وهم يعرفوا إنهم ممكن ما يرجعوش. المسلسل يوازن بين الأكشن والجانب الإنساني، بين الأمر العسكري والخوف البشري. 5. برو. هذا العمل ثقيل، واقعي، وما يرحمش. ما فماش أبطال خارقين، فما بشر يتألموا ويغلطوا ويكملوا. برو يحطك في قلب المعركة، بلا موسيقى، بلا تزييف. 6. كاسيز الهروب. يحكي قصة صحفيين لقوا أرواحهم فجأة في جحيم ما يتوصفش. تعذيب، خوف، محاولات هروب. أكثر حاجة موجعة إنك تحس قداش الإنسان ضعيف وقت يفقد حريته. 7. كالفة نتفليكس. هذا المسلسل خطير لأنه قريب من واقعنا اليوم. يحكي كيفاش داعش تستدرج البنات من أوروبا بالكلام، بالوهم، وبالوعود، ويوري كيف الحلم يتحول لكابوس ما فيهوش رجوع. 8. بلاك كراوز غربان سود. عمل عربي جريء، عرى التنظيم من الداخل. معسكرات الأطفال، غسل العقول، لاستغلال النساء. المسلسل يخليك تسأل كيفاش الإنسان ينجم يتحول لهكا. 9. ذي ستات بريطانيا. 4 شباب مشوا للتنظيم وهم يحلموا بالجنة، لكنهم لقوا العنف، الدم، والخيانة. عمل إنساني يوجع لأنه يوري كيف الوهم يدمر حياة كاملة. 10. وثائقيات نانسي دايسس.
هنا ما فماش تمثيل. هنا الحقيقة. كاميرات دخلت الموصل. الرقة. قرى مدمرة. وشهادات ناس ما زالوا عايشين الصدمة. الأعمال هذه مش بس تتشافى وتتنسى، هي تذكير بزمن أسود وبضحايا ما عندهمش صوت. هذا كان ملخص أقوى الأعمال اللي كشفت حقيقة داعش.